الشرط الأول على انفراد، أنت وزوجتك لحالكم، لا تجيب أمها ولا تجيب أبوها ولا تجيب أخوك ولا تجيب أمك، خلص أنت وياه، ولا تجيب أولادك، على انفراد. ولا تجيب الشيخ، إنه قدام الشيخ بدنا نحكي، لا لا، الشيخ ما له علاقة وأمك ما له علاقة وأمها ما له علاقة، على انفراد بعيدا عن الغضب، ما في صراخ. بدنا نحكي، احكي شو بدك احكي. تفضل. لا تذكر الخلافات القديمة فتوسع المشكلة. لا تجي صار لهم متجوزين 13 سنة، مرات تجيني أخت أو بيجيني أخ بده يحكي لي مشكلته، صار له متجوز 10 سنين، بيقول لي لما رحت خطبتها أنا أبوها وقتها ما استقبلني، ويوم كتب الكتاب كمان أمع. هي ليش عم تحاكيني من 10 سنوات؟ أنتوا هلأ صرتوا 10 سنوات متزوجين وهلأ في مشكلة من جمعة ببيتك، احكي لي عن المشكلة تبع امبارح، ما تحكي لي. لا تجي تقولي له أنت من يوم ما أخذتني كنت ما بتحبني، من 13 سنة وقتها مبلا بتذكر جبت لي الخاتم وكان مالك نفسك فيه، ضاع مني الخاتم. لا تحكي، لا تذكري الخلافات القديمة فتوسع الخلاف، احكي عن هلأ مشكلتك تبع امبارح. ابدأ كلامك بأنا وليس أنت. لا تقول أنت تحكي بالتليفون كتير، أنت ما عم تسمعي كلمتي، أنت صار لي 10 مرات قايل لك ما بتردي. لا، قول أنا ما بحب الحكي على التليفون كتير، أنا تكرار الكلام يزعجني. احكي أنا، لأنه طبيعة الإنسان. هلا نحن قاعدين، متى ما قلت له لواحد شغلة سلبية بتقول له أنت، بصير عنده ردة فعل بده يدافع عن حاله، لو صح أنت عم تحكي له شيء صح، بس متى ما قلت له أنت هيك بتحفز هيك إنه بده يدافع عن الناس. فابدأ كلامك بأنا وليس بأنت. لا تعمم، كلكن جنس رجال مالكن أمان، لا تعمم. انتوا النسوان هيك عقلكم صغير، صلى الله على سيدنا. لا تعمم، لا تعمم، احكي شغلة بتخص زوجتك. انتوا كل عيلتكم معروفة عيلة بيت فلان، هيك انتوا أبا عن جد هيك بتساووا. شو بدك؟ ليش عم تعمم كل المخلوقات بالدنيا؟ يا أخي احكي عن المشكلة التي بينك وبين زوجتك. تفضل. انتقد الفعل للشخص، لا تقلي له أنت عم تتأخر، قلي له أنا بخاف من تأخرك عن البيت، قاعدة لحالي والبلد ما فيها أمان، البناية نصها مو مسكون، أنا عم خاف من القعدة، أرجوك تعال باكرا. فانتقد الفعل للشخص، لا تقلي له أنت بتتأخر، قلي له التأخر عم يزعجني. لا تقل له أنت عم تحكي بالتليفون، إلا الكلام على الهاتف عم يزعجني. لا تقل لها أمك بتدقق على الصغيرة والكبيرة، إلا التدقيق على الكبيرة والصغيرة عم بيسبب بيناتنا مشاكل. انتقد الفعل للشخص. تكلم ودع الآخر يتكلم، يعني 50-50، مو كل الحكي إلها. هذا خصوصي يا أخوات، أنتم مرات الأخت ما شاء الله عندهم طاقات للكلام، النساء قلت لكم مرة مو هيك، هذه دراسة بالمناسبة مو من باب التعميم، إنه المرأة تملك مركز الكلام أنشط من الرجل ب3 مرات. فإذا تكلمتي اتركيه يحكي للرجل، شوفي عنده. تفضل. أنهي الجلسة بمقترحات وحلول واختار أحدهما. لا تحط خيار واحد. هو ساكن ببيت مع أمه بالبيت، صار في بيناتهم مشاكل بين الأم والزوجة، شو بدنا نعمل؟ عود جلسة نقاش، ممكن تنهيها بعدة اقتراحات. شو مثلا؟ طيب أخي شو رأيكم نقسم هالبيت، نلاقي جبسن بورد، نلاقي شيء ينقسم البيت، هذا ممكن حل. شو رأيكم هذا البيت نأجره كبير ونطلع نستأجر بيتين جنب بعضهم البعض، هذا حل. شو رأيكم هذا البيت ينباع ونشتري بيتين فوق بعضهم البعض، هذا حل. شو رأيك تروحي تعملي لك زيارة لبيت أهلك، تعدي لك شي 2-3 ترجعي بتكون هدية الأوضاع، هذا حل. شو رأيك ماما اطلع أنا وياكي على العمرة، ضل مرتك في البيت كمان بتغب لك 2-3، هذا حل. حطوا مجموعة حلول، بعدين أنو أحسن، أنو أنسب، أنو ممكن